السلام عليكم. غنتكلموا في هذا الفيديو على تاريخ مواجهة الديربي بصفة عامة وكأس العرش بصفة خاصة، والأرقام والإحصائيات اللي خلفتها المواجهات بين الرجاء والوداد، بالإضافة إلى أساطير وأجمل الأهداف الديربي وشغف الجماهير. قوم معنا حتى الآخر باش تعرفوا جميع التفاصيل. تتجه أنظار عشاق المستديرة في المغرب صوب دونور يوم الأحد المقبل على الساعة 6 مساء لمتابعة الديربي البيضاوي المنتظر الذي يجمع الغريمين الوداد والرجاء في نزال يعد بالفرجة والمتعة المضمونة لحساب نصف نهائي مسابقة كأس العرش، في مباراة تحبس أنفاس أنظار الفريقين معا، ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز في الديربي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية لنيل لقب كأس العرش، وبالتالي إنقاذ موسمهما بعد فشل الوداد في الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا الذي ضاع منه في آخر لحظة أمام الأهلي المصري، وخسارة الدوري ضد منافسه الجيش الملكي، فيما خرج غريمه الرجاء الرياضي خاوي الوفاض واكتفى بالمركز الخامس في الموسم المنقضي من منافسات الدوري المحلي. وستشهد مباراة الديربي بين الشقيقين الوداد والرجاء مواجهة خاصة بين مدربي الفريقين البلجيكي سفين فاندر بروك والألماني جوزيف زيمباور، حيث يكتشف المدربان أجواء الديربي البيضاوي لأول مرة، وبالتالي ستشهد هذه المباراة صراعا تكتيكيا بين المدرسة الألمانية الحديثة التي صارت تعتمد على اللعب الهادئ والمفتوح وبناء الهجمات من خلال التمريرات المركزة مع الاعتماد على خطة التسلل والتركيز على الانضباط التكتيكي، والمدرسة البلجيكية التي تعتمد على اللامركزية في توظيف اللاعبين وتلجأ إلى الصراعات الفردية على الكرة. وإذا كان مدرب الوداد يمتلك فكرة شاملة على أجواء الديربي بحكم أنه كيعرف جيدا أجواء الدوري الوطني منذ إشرافه على تدريب الجيش الملكي والتتويج معه بلقب كأس العرش موسم 2019-2020، ففي المقابل فإن المدرب الألماني يكتشف لأول مرة ظروف وأجواء وطقوس هذه المواجهة بين الجارين الشقيقين، وفي الوقت الذي اتخذت فيه الجامعة المغربية لكرة القدم كل الترتيبات التنظيمية واللوجستيكية، حيث تدور المباراة في أجواء مناسبة من دون أحداث شغب. يترقب أنصار الفريقين تعيين حكم لهذه المباراة، ولا سيما في ظل الاحتجاجات التي طالت بعض الحكام المغاربة في الفترة الأخيرة. ووفقا لبعض المعلومات فإن لجنة التحكيم التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم تتجه إلى تعيين حكم مغربي للديربي، ويبقى أبرز الأسماء المرشحة سمير القزاز وياسين بوسليم وهشام التمسماني، في الوقت الذي استغنت فيه عن الحكم رضوان جيد بسبب اعتراض الرجاء عن تعيينه لمبارياته السابقة، ورغم إصرار أنصار الفريقين على تعيين حكم أجنبي للديربي لتفادي كثرة الاحتجاجات وتجنب نفس الأخطاء التي ارتكبت في السابق، إلا أن لجنة التحكيم ترفض رفضا باتا خيار اللجوء إلى صافرة أجنبية، وذلك سعيا منها إلى تشجيع الحكام المغاربة على الاستئناس بمباريات الحاسمة. وعبر مر التاريخ كان هناك تفوق طفيف للرجاء الرياضي من حيث عدد الانتصارات وتسجيل الأهداف، حيث تواجه الناديين في الدوري المغربي 134 مرة، فاز الرجاء في 36 مباراة بينما فاز الوداد في 34 مباراة، وانتهت 64 مباراة بالتعادل. سجل نادي الرجاء في مرمى الوداد 115 هدف بينما سجل الوداد 108 الأهداف. ويذكر أن أول مقابلة بين الفريقين كانت سنة 1956 وقد انتهت بفوز الرجاء الرياض بهدف نظيف، أما آخر مواجهة بين الفريقين كانت برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية بتاريخ 5 أبريل 2023 وقد انتهت بالتعادل بين الطرفين هدفين لمثلهما. أما بالنسبة لمسابقة كأس العرش فقد التقى الناديان 15 مرة، فاز الرجاء في 6 مباريات والوداد في 6 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، واستطاع الفريق الأخضر تسجيل 19 هدف بينما سجل الفريق الأحمر 17 هدف، وتعتبر نتيجة 5-1 التي فاز بها الرجاء أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات الرسمية للفريقين. كما يعتبر نجم النادي الرجاء الرياضي سعيد غاندي الهداف التاريخي للديربي ب7 أهداف، بينما يعتبر محمد بن شريفة أكثر لاعب ودادي سجل في الديربي ب4 أهداف. أما اللاعب الأكثر مشاركة فهو محمد الحاج ب21 مباراة. ومن جانب الوداد نجد الحارس المخضرم نادر المياغري الذي شارك في 19 ديربي. والآن سنتحدث على بعض الأسماء التي تعتبر من بين أساطير الديربي والفريقين في عدة حقب زمنية، وغنبداو بأساطير فريق الرجاء الرياضي، والبداية غتكون مع الهداف التاريخي للديربي سعيد غاندي اللي لعب للفريق لمدة 20 عاما واللي كيلعب في مركز خط الدفاع، وشارك مع الفريق في ما يقارب 550 مباراة وسجل 32 هدف وفاز في كأس العرش 4 مرات. أما ثاني الأسماء فهو عبد المجيد الظلمي اللي فاز بجائزة اللاعب النظيف
نظيف من قبل منظمة اليونسكو بعد ما انتهى المشوار ديالو بعدم تلقي اي انذار، وفاز مع المنتخب الوطني بكاس افريقيا الوحيدة عام 1976، وكان كيتميز بمهارته الكروية الكبيرة والدقة التمريرات والهدوء داخل الملعب وخارجه. ومر من فريق الرجاء عدة اسماء اللي برزات داخل النادي وفي مباراة ديربي بالخصوص، من امثال مصطفى مستودع اللي كان كيتميز بالسرعة العالية والمهارة في المراوغة والاختراق، صلاح الدين بصير ومصطفى الحداوي وهشام ابو شروان صاحب التسديدات القوية والملقب بالعود الابيض في تلك الفترة. واخر الاسماء اللي برزات في الديربي البيضاوي من جانب الرجاء هو العميد السابق محسن متولي اللي كيتعتبر الهداف الثاني للديربي برصيد 6 اهداف. اما من جانب الوداد فراه عدة اساطير برزت مع الفريق في الديربي وفي سماء الكرة المغربية، وغنبداو بالحارس الاسطوري بادو الزاكي اللي شارك مع الفريق 118 مباراة وفاز بجائزة افضل حارس في افريقيا عام 1986 بعد المشاركة الخرافية في مونديال المكسيك. كما تختار افضل لاعب اجنبي في الدوري الاسباني مرتين متتاليتين. ثاني اللاعبين هو عزيز بودربالة الغني عن التعريف واللي كانت كل الجماهير المغربية كتلقبه بشارع المراوغات، اضافة الى رشيد داودي اللي لعب كل الفئات السنية لنادي الوداد وتوج معه بلقب كأس العرش في مناسبتين 1989 و2002 ودوري الابطال سنة 1992، بالاضافة الى حمودة بن شريفة هداف الفريق في الديربي ب4 اهداف، وكان معروف بالتسديدات القوية اللي كانت الجماهير الودادية كتقول انه كيتقب الشبكة. واخيرا غنتحدثوا على اجمل اهداف الديربي واللي كتغنى بها جماهير الفريقين، وكيبقى الهدف اللي ما كتنساش جماهير الوداد هو هدف هشام اللويسي في مرمى الرجاء والمعروف بهدف صونامي اللي اعطى لقب البطولة للوداد بعد التعادل مع الرجاء 1-1. اما من جانب الجماهير الخضراء فراه كيبقى هدف السنغالي موديبو مايغا احسن الاهداف بعد ما سجل تمريرة مهدي ازوار بضربة مقص خيالية في مرمى نادر المياغري. اخوان شكرا على المشاهدة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم الى عجبكم الفيديو. تهلاو.